المنتخب المغربي حامل اللقب أكيد. عدم مشاركة منتخب المغرب أثارت ضجة كبيرة في تجاوزات عديدة في حفل الافتتاح في حق الأشقاء المغاربة. شفنا حشو السياسة في الرياضة بإقحام أو باستغلال حفل الشان لتمرير خطابات سياسية وعنصرية، ومن طرف من طرف واحد أيضا لا علاقة له بالعروبة ولا علاقة له بالإسلام، من طرف إنسان معتوه فكريا أخلاقيا لا قيمة له ولا وزن له. The last colony of Africa West. ونحكي على شان الجزائر، ليبيا، السودان، موريتانيا، المنتخبات العربية المشاركة في المسابقة بعد تعذر سفر المغرب للجزائر أو الانسحاب. تونس غير مشاركة، ومصر كيف اليوم الجزائر، اثيوبيا 8، ليبيا، موزمبيق 5. المنتخب المغربي حامل اللقب أكيد. عدم مشاركة منتخب المغرب أثارت ضجة كبيرة في العالم العربي وفي إفريقيا. الحديث أكثر في الموضوع معنا من المغرب زميلنا الناقد الرياضي محمد الماغوتي. محمد مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بضيوفك ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات والمتتبعات والمتتبعين. سعداء جدا بحضورك معنا محمد، شكرا على قبول الدعوة. محمد، أبرز ردود الأفعال في المغرب بعد تعذر تنقل المنتخب للجزائر أو انسحاب المنتخب المغربي من الشان. أكيد العقوبة ستكون من نصيب الجامعة الملكية المغربية والمنتخب المغربي. شنو أبرز ردود الأفعال؟ والله اولا في البدايه انا لا اتفق معك اطلاقا في كلمه الانسحاب، لان الانسحاب هو انا سالتك تعذر او انسحاب، الزوز اعطيتك زوز فرضيات. صح، انا اعتقد ان الصواب هو التعذر، لان نحن لم ندخل الى الاراضي الجزائريه الشقيقه حتى ننسحب، لم ندخل الى الملعب وننطلق في المقابله ثم انسحبنا. نحن بقينا في اراضينا بعد ما تعذر علينا الحصول من طرف اشقائنا الجزائريين على الترخيص للتنقل المباشر عبر خط جوي مباشر وعبر طائره مغربيه. اكيد يعني هذا لا يمكن ان ننفي هذه الحقيقه، ان المساله مساله سياسيه وكل واحد منا تشبث بسيادته. الجزائر تشبثت بسيادتها وهذا حقها، ونحن تشبثنا بسيادتنا وهذا حقنا ايضا. انا شخصيا اقول حتى ولو كانت العقوبه عزيزي، انا بالنسبه لي العقوبه لا تهم امام سياده الوطن، وايضا العقوبه مهما كانت على مستوى الشان لا تهم بالمطلق، لان فلسفه الشان بالنسبة إلي وبالنسبة إلى الكثير من المتتبعين هنا بالمغرب ليس هناك فلسفة النجاح، يعني لا جدوى من هذه التجربة، تجربة الشان، رغم أن فزنا فيها بلقبين ورغم ولكن لم تستفد منها كرة القدم الوطنية ولا اللاعب المغربي، ومن ثم أن الأمر بالنسبة لنا مضيعة للوقت ومضيعة للجهد ومضيعة للمال. على مستوى العقوبة أنا أعتقد أن العقوبة على المغرب، أنا أعتقد أن الأمر ليس بهذه السهولة. أكيد أن المغرب سينهش كل المساطير في مثل هذه الأمور، لأن نحن نقول قد تعذر علينا هذا، ونقول بأن ميثاق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يلزم البلد المضيف أن يسهل مأمور التنقل لكل المنتخبات المشاركة، وبالتالي أنا لا أعتقد أن العقوبة ستكون على المغرب. العقوبة قد تكون على أشقائنا الجزائريين، وأنا أسطر على أشقائنا الجزائريين الذين أقول وبكل ألم أشقائنا الجزائريين الذين استغلوا افتتاح الشان ووجهوا خطابات عنصرية، خطابات تمس سيادة المغرب، خطاب تمس وحدة المغرب، ومن طرف واحد ايضا لا علاقه له بالعروبه ولا علاقه له بالاسلام، من طرف انسان معتوه فكريا اخلاقيا لا قيمه له ولا وزن له. In his honor, let us not forget the last colony of Africa, Western Sahara. Let us fight to free Western Sahara from oppression. ثانيا انا اقول اتاسف كثيرا عزيزي، وانا حينما اسمع من المدرجات بعض الشعارات وبعض المساجات التي تجرد الجمهور المغربي من ادميته، اقول مهما اختلفت معك، مهما حتى ولو وصلت الى درجه الاقتتال، لا يمكن ان اجردك من ادميتك، لا يمكن ان اجردك من ادميتك، لان الادميه هو منحه ربانيه.
هذه الشعارات، هذه المساجات، انا اقول غير مقبوله نهائيا من اشقائي الجزائريين. ايضا هذا يجب ان تكون فيه العقوبه. حصر السياسه في الرياضه باقحام او باستغلال حفل الشان لتمرير خطابات سياسيه وعنصريه يجب ان يعاقب عليها ايضا البلد المنظم، كما يجب ايضا على الاتحاد الافريقي ان يعتذر للمغرب، لان الاتحاد الافريقي حينما خرج ببلاغ يقول بانه سيفتح تحقيق. تفتح تحقيق مع من؟ انت من تنظم وانت من تكون مشرفا على التنظيم، والخطا خطاك. أكيد أنه كانت موجودة تجاوزات عديدة في حفل الافتتاح في حق الأشقاء المغاربة. شفنا الفيديوهات زميلنا محمد. أنا باش أسألك سؤال، لو كانت كأس أفريقيا للأمم، لو فرضنا أن الجزائر ستنظم كأس أفريقيا 2025 والمغرب تشترط رحلة مباشرة بناقلة مغربية من الرباط إلى أحد المدن الجزائرية، تتوقع أن المنتخب المغربي سيتعذر عليه التنقل للجزائر دون الاستجابة لشروطه كما سار في الشأن؟ لو كانت والله صدقني عزيزي، بعد اولا اقول لك بان 2025 وبشرك خيرا، 2025 سيكون بالمغرب ان شاء الله. يعني ممكن الجزائر ايضا، الجزائر تسعى للتنظيم. يا اخي فليتنافس من يتنافس 2025 بالمغرب، وفي هذه المعركه ربحنا الكثير من النقاط وتخططنا لهذا الربح ونجحنا فيه بامتياز. انا اقول مسألة أخرى، حينما طرحت هذه الفرضية، صدقني عزيزي أقول بأن أقل من دقيقة محمد الوقت. السياسة في العالم العربي تتغير كما تتغير الظروف المناخية. غدا قد يقع الانفراج وسيصبح كل هذا الأمر من باب الماضي لا أقل ولا أكثر. شكرا لك زميلنا الناقد الرياضي محمد المغوتي على كل هذه التوضيحات فيما يخص تعذر المنتخب المغربي تنقل إلى الجزائر المشاركة في الشان، تعذر أو انسحاب. ديبا نقاش خالد فيما يخص عدم تنقل المنتخب المغربي سحب لقب كأس أفريقيا المحليين للجزائر للمشاركة في المسابقة. عندك ما تقول خالد؟ والله انت سألت سؤال بي، قلت له كان سؤالك انت ولا خديته من عندك انت؟ اي نعرف هذاك علاش نشوف فيك خاطر شو نقول لك، ظاهره امور سياسيه وبارامون ظاهره المغرب ما يحبوش يمشيوا يلعبوا، خاطر انا تفرجت شويه في الماتشوات، ظاهره الجوارات ما عندهمش اونفي في الشان هذايا. دونك بعد عدم مشاركه تونس ومصر والمغرب، فوالا هذاك اش قلت لك، معناتها ما عادش فما تونس ومصر كل الديربيات، وحتى تشوف لي جرادان فارغين معناتها. دونك انا بالنسبه لي رغم كل الامكانيات المرصوده والبنيه التحتيه جاي في السيزون وبعد كوب دي موند والكالندري شارجي، دونك يقول لك نخليو جواراتنا نستحفظوا عليهم. محمد في 15 ثانيه قبل ما نمشيو للهجره. واحد يقول اخي ماذا نجني من اختلاط السياسه بالرياضه غير المشاكل؟ غير المشاكل والسياسه مربوطه بالرياضه حاليا قبل ابيت لا تو حتى تو خيروسيا سامحني كي قصاوها من المونديال حاليا قبل